كم مرة قررنا إننا نبدأ دايت جديد؟ أو نصحى بدري أو نتعلم حاجة جديدة؟ غالباً بنبدأ بحماس مليون، بس فجأة الحماس ده بيطير وبنرجع للروتين القديم. تفتكر ليه ده بيحصل؟ السر كله في قوة العادات. العادات دي زي الطيار الآلي بتاع حياتك، هي الحاجات اللي بنعملها كل يوم من غير ما نفكر، زي ما بنغسل سنانا أو بنشرب الشاي الصبح. العادات دي هي اللي بتبني حياتنا كلها وبتحدد إحنا مين وهنوصل لفين. أي تغيير كبير في حياتك أو أي نجاح مستخبي في تفاصيل العادات الصغيرة اللي بتعملها كل يوم. لو نفسك تعمل نقلة نوعية في حياتك، يبقى لازم تفهم إزاي تبني عادات صح وإزاي تخليها جزء من دمك. حدد بوضوح إيه العادة اللي عايز تبنيها، خطة واضحة. ما تسيبش كلامك عام كده وتقول عايز أبقى صحتي أحسن. لا، كن محدد قوي. قول مثلاً كل يوم بعد العشاء همشي نص ساعة. كل ما كانت العادة محددة وواضحة قوي زي خريطة، كل ما كان أسهل عليك إنك تتابعها وتلتزم بيها. لو ما حددتش بالظبط إيه اللي هتعمله إمتى، هتتوه. ابدأ بخطوات صغيرة قوي لدرجة ما تقدرش تقول لأ. غلطة ناس كتير إنهم بيحاولوا يغيروا كل حاجة مرة واحدة، وده بيخليهم يستسلموا بسرعة. عايز تروح الجيم؟ ما تقولش هتمرن ساعتين من بكرة، قول هروح الجيم واتمرن 10 دقايق بس. عايز تقرأ؟ ما تقولش هقرأ كتاب كامل، قول هقرأ صفحة واحدة قبل ما انام. لما العادة تكون صغيرة جدا كده، عقلك مش بيقاومها، وده بيزود فرصتك انك تكمل. دي فكرة الخطوات الذرية اللي بتعمل تراكم كبير. ربط العادة الجديدة بعادة موجودة بالفعل. استغل روتينك، دي حركة جامدة قوي. بص على الحاجات اللي بتعملها كل يوم من غير تفكير. بعد ما تخلص الحاجة دي، اربط بيها العادة الجديدة. أو كل ما أعمل كوباية شاي أشرب معاها كوباية مية كبيرة. دماغك بيحب الروتين، فلو ربطت العادة الجديدة بحاجة ثابتة هتتثبت بسرعة وتنسى إنها كانت عادة جديدة أصلاً. خلي العادة جذابة وممتعة، دلع نفسك شوية. لو العادة اللي عايز تعملها مملة أو متعبة، دماغك هيدور على أي حجة عشان يهرب منها. حاول تخليها ممتعة قدر الإمكان. عايز تتمرن؟ اسمع مزيكا بتحبها وانت بتجري، أو اتفرج على مسلسل خفيف وانت بتعمل تمارين بسيطة. عايز تقرأ؟ هات كتاب في موضوع بيهمك قوي وشكله حلو، وما تبخلش على نفسك بمكافأة صغيرة بعد ما تعمل العادة. خلصت تمرينك؟ اشرب عصير فريش بتحبه. قريت صفحتك؟ شوف فيديو قصير على يوتيوب. المكافأة دي بتخلي دماغك يربط العادة بالإحساس الحلو، وده بيشجعك تكمل. خلي العادة واضحة وظاهرة، خليها قدام عينيك. بيئتك هي اللي بتتحكم في عاداتك أكتر ما تتخيل. لو عايز تشرب مية كتير، خلي إزازة المية دايماً جنبك وانت شغال. لو عايز تقلل استخدام الموبايل، سيبه في أوضة تانية أو حطه بعيد عن إيدك. صمم البيئة بتاعتك بحيث تسهل عليك إنك تعمل العادة الكويسة، وتصعب عليك إنك تعمل العادة الوحشة. عينك لما بتشوف الحاجة بتشجعك تعملها. كن صبوراً ومثابراً، الاستمرارية هي سر اللعبة. بناء العادات مش سباق سرعة، ده ماراثون طويل. بناء العادات مش سباق سرعة، ده ماراثون طويل. ما تزعلش لو في يوم فوت العادة بتاعتك أو حسيت إنك كسلت. فكر إن أي تقدم حتى لو كان بطيء أحسن مليون مرة من إنك ما تعملش أي تقدم خالص. فكر إن أي تقدم حتى لو كان بطيء أحسن مليون مرة من إنك ما تعملش أي تقدم خالص. فكر إن أي تقدم حتى لو كان بطيء أحسن مليون مرة من إنك ما تعملش أي تقدم خالص. تابع تقدمك واحتفل بانتصاراتك الصغيرة. شوف إنجازاتك. استخدم أجندة، كشكول، أو حتى تطبيق على الموبايل عشان تسجل العادات اللي بتعملها. لما تشوف بنفسك إنك بتتقدم يوم بعد يوم، ده بيديك حماس مش طبيعي ويكملك ويخليك عايز تستمر. وكل ما تنجح في إنك تكمل العادة لأسبوع أو شهر، احتفل بالانتصار ده. اشرب حاجة بتحبها، اتفرج على فيلم، اعمل أي حاجة تفرحك. الاحتفال بيقوي رباط دماغك بالعادة. حوط نفسك ببيئة داعمة، الناس اللي بتشجعك، الناس اللي حواليك بيأثروا فيك قوي.
شارك أهدافك مع أصحابك أو عيلتك اللي بيشجعوك ويدعموك. ممكن تدخل جروبات أو مجتمعات أونلاين فيها ناس ليها نفس أهدافك. وجود دعم قوي من اللي حواليك بيزود فرصتك في النجاح بشكل كبير، وبيديك طاقة لما تحس إنك لوحدك. افتكر دايماً إن العادات هي اللبنات الأساسية اللي بتبني بيها حياة ناجحة ومرضية. لما بتبني عادات إيجابية، أنت مش بس بتغير تصرفاتك، لأ، ده أنت بتستثمر في مستقبلك كله وفي تحقيق أكبر أحلامك وأهدافك. اللعبة مش إنك تعمل حاجات عظيمة كل فين وفين، اللعبة كلها في إنك تعمل حاجات صغيرة بسيطة بس كل يوم باستمرار. ابدأ النهاردة بخطوة صغيرة خالص نحو بناء عادة واحدة ناجحة. هتتصدم من حجم التأثير اللي هتعمله الخطوة البسيطة دي على حياتك كلها بمرور الوقت.